ازيكم عاملين ايه؟ النهارده بقى نعمل كفتة كباب وهتكون جميلة جدا معاكم، وهنعملها كده في وقت قصير، يعني هتخلصوها في انجاز كده. وهنعملها كمان بصوص كده هيعجبكم جدا. فيلا بينا نشوفها الطريقة. واول حاجة نسمي الله. اول حاجة بقى بيكون معانا نص كيلو لحم مفروم، وبنحط عليه معلقة صغيرة من الملح، فلفل وبهارات، وبصلة مبشورة كده ومتصفي منها المية، وقرن فلفل اخضر وواحد احمر كمان، ومعلقتين كده من النشا. وهضرب كل ده في الكبة معانا لحد ما ينعم بالشكل ده. بعد ما ضربتهم بقى في الكبة، جبت بقى مية البصل وحطيت عليها شوية كده من الزيت. وفي الوقت ده بقى مش هنصبع الكفتة، هبتدي بقى ادهن كده مسحة كده من ايدي من مية البصل والزيت، وهبتدي بقى اكور الكفتة واضغط كده باطراف ايدي لحد ما تتبطط بالشكل ده. وهكرر بقى نفس الخطوات. هاخد برضو قطعة كده من الكفتة وهكورها الاول بايدي كده، وبعدين باطراف ايدي كده هضغط عليها، وهكمل باقي الشكل بنفس الطريقة. بعد بقى ما خلصت كل الكمية اللي معايا بالشكل ده، هبتدي بقى اخدها على طاسة بقى على البوتاجاز. هنحط بقى فيها شوية كده من الزيت او شوية كده من السمنة، معلقة سمنة صغيرة. وهبتدي بقى انزل بالكفتة في الطاسة، مملاش الطاسة قوي، يعني على حسب ما بتاخد. اول بقى ما تاخد لون من تحت كده هقلبها للناحية التانية. هي مش بتاخد وقت معانا خالص. وهبتدي بقى اشيل كده في طبق جانبي واحط باقي الكمية. واول برضو ما بتاخد لون هبتدي اقلبها، وهتطلع بالشكل ده. هبتدي بقى اشيلها في نفس الطاسة وفي نفس المادة الدهنية اللي هي معانا. هبتدي بقى ابشر كده توم مفروم، فصين كده من التوم. اول ما يدوا لون كده ويطلع ريحتهم هبتدي انزل كده بفلفل احمر على فلفل اخضر ضرباه، يكون مفروم برضو ناعم. اول ما اديله بس تشويحة كده هنزل كده ببشرة طماطمايه، او ممكن صلصة بيتي عادية. وهبتدي بس اقلبهم تقلبتين. هنزل بقى كده بالبهارات معانا، معلقة كده صغيرة من البهارات، نص كده معلقة من الملح، بابريكا، فلفل. وادوق كده يعني اشوف من الملح مظبوط او لأ. وهبتدي بقى اقلبهم، وهنزل كده بشوية مية البصل الباقيين معانا. وهبتدي بقى انزل كده بالكفتة، يعني يا دوبك تاخد لها تشويحة كده، يعني اقل من 10 دقايق، وهطفي عليها. هديها بس تقليبة كده في الاول، هتبقى بالشكل ده. بجد جميلة جدا، جربوها. وهبتدي بقى اني اغطيها واسيبها اقل كده من 10 دقايق، هتكون جاهزة معانا ومستوية. بعد بقى ما طلعت هقدمها بقى في طبق التقديم بالشكل ده. لازم تجربوها، هي فعلا جميلة جدا. وهنزل كده بالصوص بتاعها اللي بيبقى نازل منها. وهستنى تعليقاتكم. متنسوش بقى فولو ولايك وشير، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد على خير.